وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. السلام عليكم، شلونكم يا صبايا؟ طمنوني عنكم، ايش اخباركم؟ الله يسعد مساكم، يسعد صباحكم، يسعد كل اوقاتكم. شلونكم؟ ايش اخباركم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير. رجعت لكم بفيديو جديد وان شاء الله هيك يعجبكم. بس لا تواخذوني يعني على الصوت، لاني هيك كنت مرضانه ومقربه، وهذا الفيديو لازم كنت انزلكم اياه قبل، بس ما كنت حسنانه. اي والله يا صبايا، وهيك جربت قريب تقيل، ومع انه لسه ما اجى الشتاء، بس الحمد لله رب العالمين. ايش واحد يساوي؟ ما طلع بالايد شي. اي والله، ليش هيك القريب جاني تقيل هالفترة ما بعرف، مع انه لسه ما اجى الشتاء. اي والله كله من عند الله يا محلال، الحمد لله رب العالمين. انا بخير وتحسنت وصرت احسن والحمد لله. بس عن جد قضيت اسبوع الله بيعلم فيه. اي والله بقى لا تواخذوني على الصوت يعني، بس قلت لازم انزلكم فيديو، صار لي زمان يعني ما نزلت لكم. اي والله، يلا خلونا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وخلونا هيك نبلش الفيديو، ان شاء الله يعجبكم اليوم الفيديو. الله مصور هذا الفيديو على يومين، وهيك اعطوني رايكم فيه وكتروا لي لايكات، الله يجبر بخاطركم. ايش بدي اقولكم، ايش بدي احكي لكم كمان. وهي قهوتي طبعا ما بصير بلاها اول شي. اي والله، مع انه وقت كنت مرضانة ما كنت عم بشرب قهوة ابدا، بس وقت اللي هيك ارتحت صرت احسن اشرب، لاني ما استطعم فيها. يعني بتعرفوا انتو القريب والرشح هيك واحد ما بيحسن. اي والله يا صبايا، كنت يا دوب هيك عم بشرب ادوية وعم بشرب حتى يعني اني رحت على المشفى وحللت، طلع معي نقص فيتامينات وكتير هيك نقص حديد وفيتامين، وما بعرف ليش يعني هيك صار معي يعني مع القريب. اي والله، الدكتور طلب تحاليل، طلع معي كتير يعني نقص فيتامينات، نقص حديد، نقص ما بعرف، عن جد كتير فيتامين د، ب12. ما بعرف ليش هيك صار معي، والله ما بعرف. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره على كل حال. تطمنوني عنكم، اخباركم، ايامكم، اوقاتكم، شلون بتقضوها؟ هلا هيك هاي القهوة بعد مثل ما بقولوا المرض بتبقى طيبة. اي والله، الحمد لله على كل حال. مع انه يعني يمكن على الاغلب اني هو تغيير جو، لاني الاسبوع الماضي صار كتير عنا شوي يصير برد، شوي يصير دفا. يعني الجو كتير متقلب، يعني كل شوي شكل بتلاقوا. وهيك صار فينا عم نعزل وقمنا نعزل، بتعرفوا مشان نمد الأراضي. هلا لسه الجو مقبول، يعني بعد ما صار شوية برودة رجع دفي الجو. ايه والله الحمد لله رب العالمين. وهيك ايامنا وهيك اوقاتنا. ايه والله، كنا هيك عم نقيم يعني الشتوي، قمت الشتوي، طلعت الصيفي. هلا رح انزلكم ان شاء الله تعالى يعني. الله لسه ما خلصت تعزيل لاني مرضت. ايه بس عم بصور لكم يعني كله، وان شاء الله رح انزل لكم اياهم باذن الله.
بس هيك اشد على السوا. ايه وان شاء الله هيك رح انزل كل شي. بتعرفوا يعني انتوا وقت اللي هيك واحد بيقوم بيعزل بينظف بيقيم يعني بيبدل بين الصيفي والشتوي او بالعكس، يعني ببقى راحة نفسية، ببقى غير شي. وبعد هيك ما واحد يمد السداج كمان، لسه انا ما مديت ولسه يعني معزلة نص التعزيل، نص التاني لسه مو مرضت. ايه بقى يعني اني شوي بس هيك ان شاء الله، بس ارجع اشد على السوا. رح نقوم نخلص كل شي. اي والله، والحمد لله رب العالمين على كل حال، والحمد لله ايش بيجي من عند رب العالمين يا محلاه. وهيك هون نزلنا نتسوق بوقتها هيك، واخدنا دخلنا لهون اخدنا جاتو، بس ما صورت لكم القالب الجاتو اللي اخدته، لاني بيومها اني هيك شوي بلشت اندعك، ما حسنت اصور لكم. بعد ما رجعت على البيت ما بعرف ايش صار لي، يعني هون كنت متحمسة وعم بصور وهيك. ايه وبعد ما رجعت على البيت ما بعرف ايش صابني. ايه والله يا صبايا، وهلا هيك اليوم هلا بدي اخذ رايكم. آه هلا انا همبرجر بالبيت ما بعمل كتير، قليل يعني، يمكن بعمله بالسنة مرة او مرتين من كترت يعني. ايه بس هلا هيك عملتها بلحم فروج. هي اول شغلة. هلا هذا لحم الفروج، طبعا هي اللحمة إلى دهن ضاني ومثل عادي. بس هلا التبلة انا ما حطيت لها. هلا انا بشوفهم يعني مثلا بتفرج على فيديوهات طبخ، بتفرج على هيك بيحطوا لها بيضة، بيحطوا لها كعك، بيحطوا لها هذا بقسماط بقولوا له، بيحطوا لها كتير شغلات. ما بعرف انا ما حبيت يعني احط لها، قلت خلي تكون يعني هلا حطيت لها انا فلفله حمراء، ملح، بهار اللي هو 7 بهارات، حطيت لها زنجبيل، بودرة ماجي وبس، وخلطتها وقرصتها يعني على القلي، صرت احطها يعني قلية. بقى انتوا اعطوني رأيكم، انتوا طريقتكم انتوا ايش بتعملوها، شلون انا صح عملتها ولا لا؟ وهلا هيك انا عم بقلي اللحمه، قليتها لحتى هيك يعني اخذت مثل عادي يعني تقمير. قليت اول شي الراس كلياتهم. هلا انا ردت احطها بالفرن، ما بعرف، اعطوني نصيحتكم وارائكم، شو الغلط انا اللي عملته مثلا الا كويسه. هلا هي طلعت كتير طيبه، وعندي العيله كلهم حبوها، كناتي حبوها وولادي. بس ما بعرف، هلا هون هي عم بساوي كريم الثوم، شي نهار بدي انزل طريقته اورجيكم اياه. انا بساويه بيطلع معي كتير طيب يعني، بيطلع معي مثل توم المطاعم واطيب يعني. حتى هو والسلطه الروسيه يعني بعملهم على ايدي. إيه والله عن جد بيطلعوا كتير طيبين. شي نهار بدي اشاركه معكم يعني اني كريم الثوم. ايه والله. وهلا قولوا لي يعني اني ايش شو الشيء اللي لازم اعمله مثلا، الا طريقتي صحيحة، الا تتبيلة اللحمة بدها شي غيره. هلا انا هي مثل ما قلت لكم تبلتها، وبعدين حطيت الجبنة فوقها. قطعت جبنة يعني قشقوان، وحطيتها فوق اللحمة، وخليتها يعني هيك تسيح. وبعدين حطيت أمرت قلب الصمنة بعد ما خلصت اللحمة. الصوص اللي زاد بالطواي هذا كله أمرت فيه، بس يمكن ما حطيت لكم اياه هون. بلاقيها يعني عن جد هلا بهذا اليوم كتير يعني أكلت معي وقت وأكلت معي شغل. تقولوا طبخة يعني طبخة هالقد قد عن جد يعني بدها شغل مثل عادي يعني. ايه ما بعرف، انتوا اعطوني رأيكم شلون صارت. هلا طيبة، مو قلت لكم حبوها كتير وعجبتهم،
وقال طعمتها كتير طيبة. هلا أنا ما بحب أجيبها جاهزة، بما إنه أنا ما بحب لحمة اللي تكون يعني شلون بدي أقول لكم، إني مفرومة عند الزلمة، ما بعرف إيش محطوط فيها. هي أنا اللي ما بحبه، إني ما بحب، لأني كل شي لحمة مفرومة مقلاي ما بحبها. إني إذا ما شفتها أنا إشي اللحمة ما بحب. ما بعرف، اعطوني رأيكم، وإن شاء الله هيك يكون نال إعجابكم الفيديو. ولا تواخذوني على الصوت، يعني عن جد على صوتي، ودعموا لي هالفيديو، الله هيك يجبر بخاطركم ويحن عليكم يا رب ويخلي لي اياكم. بعرفكم كفو انتم وما في منكم. واكتبوا لي بالتعليقات اذا طريقتي صح ولا لا. بترككم بامان الله، سلامات.